نستبعد الاغلبية وبعدين نقعد احنا بقى نتلم مع بعض كده ونشوف احنا هنعمل ايه. ايضا بحضور هذه الاغلبية طبيعي انه النظام يسقط. ده اللي احنا اتكلمنا فيه، والموضوع الحقيقة في حاجة الى شيء من التفصيل. انضج صيغة من صيغ هذا النظام، نظام الجنرال في القلب والاقليات المتساندة من حوله، والركن الثالث هو استبعاد الاغلبية، كانت ما عرف في عصر عبد الناصر بتحالف قوى الشعب العامل. لاحظوا ان احنا هنشوف دايما كلمة التحالف والتوافق، وما حدش هيتكلم عن الحكاية باعتبارها كتلة واحدة او قيمة واحدة. صحيح ان في الديمقراطية مفيش كتلة واحدة ومفيش قيمة واحدة من حيث تكوين المجتمع، لكن في كتلة واحدة وقيمة واحدة من حيث توجيه السياسات. الديمقراطية ليست هي ديكتاتورية الأغلبية وليست هي ديكتاتورية الأقلية، ولكنها تمكين الأغلبية ولو بالأغلبية البسيطة ولو ب50% زائد واحد من القيادة في حدود مراعاة مصالح الأقلية. في النهاية الشعب هيختار من يقوده، ومن يقوده سيختار المواقف والتفاصيل التي سيلجأ إليها، والانتخابات التالية هتعبر عن رضا الشعب أو عدم رضاه عن اختيارات الأغلبية، اختيارات الحاكم أثناء فترة حكمه، سواء كان الحاكم ده رئيس جمهورية، رئيس وزارة إلى آخره. يعني في كل الأحوال احنا بنقول له اتفضل وهنحاسبك في آخر الموسم زي ما بيعملوا مع مدربين الكورة. وعايز بس نفتكر انه الفرق الكويسة هي اللي بتطلق يد المدرب لغاية اخر الموسم تحاسبه، وان الفرق اللي انهارت واللي خذلت واللي دايما بتتغلب واللي دايما بتخسر البطولات هي الفرق اللي بتحاسب المدرب بالماتش. غلبت الماتش ده يبقى انت كويس، اتغلبت او اتعادلت يبقى هنغيرك ونجيب مدرب غيرك، على بال ما يفهم الفرقة نكون خسرنا الدوري وخسرنا الكاس او نزلنا حتى لدوري الدرجة الثانية. فاذا دي الطريقة المنطقية، انه احنا بنروح بنختار من نوليه او من نسلمه سلطات في الحكم وليس سلطة الحكم، لانه الديمقراطية كمان مؤسسات، مفيش سلطة واحدة في ايديها الحكم، لا ده احنا بنهزر كده. فمن نوليه سلطة في الحكم احنا بنروح نختاره وبنسيب له فرصة الاداء، وبناء على ادائه بنيجي بعد كده نقول له والله احسنت وهنديك فرصة تانية، او اسأت واركن بقى شوية، انت محتاج تراقب شوية، محتاج تتعلم شوية عشان ممكن برضو نختارك تاني. مفيش حاجة اسمها انت فشلت خلاص انت ذهبت الى المحرقة، لا مفيش كده في الدنيا. على اي حال كانت هذه الصيغة بلغت انضج صورها اللي هي صورة تحالف قوى الشعب العامل في ايام عبد الناصر. تحالف قوى الشعب العامل كانت طريقة لترتيب هذه الاقليات المتساندة اللي قلت لكم قبل كده انها كانت اقليات فيها الجانب العرقي، ما كانتش كلها عرقية في فترة حكم اسرة محمد علي، وان جاء عبد الناصر علشان يعمل دولة قطرية من حيث البنية او من حيث التكوين الاصلي والاصولي لها برغم كل دعواه القومية. وبالتالي انتقلت هذه الاقليات من انه كان فيها اقليات عرقية الى انها اصبحت اقليات سياسية فقط، لانه مصطلح او فكرة المصرية بالمفهوم الضيق وشديد التعصب والذي لم يتسع حتى لبعض المنتمين لأطراف مصر نفسها كان ظهر في عصر عبد الناصر. يعني حكاية انه هو كان قومي ولا مش قومي دي مسألة محتاجة لتحرير ومحتاجة لمناقشة طويلة، بل ان فكرة القومية نفسها محتاجة لتحرير، يمكن في حلقات قادمة نبقى نتناقش فيها. لكن على كل الأحوال ما نستطيع أن نجزم به أن الأقليات العرقية خرجت من بنية الدولة المصرية في عصر عبد الناصر، هذا مؤكد. يعني ما عدناش بنشوف مثلا السوريين والعراقيين والأرمن والأتراك والشركس زي ما كنا بنشوف في عصر أسرة محمد علي. فعملنا بقى حكاية تحالف قوى الشعب العامل. ايه تحالف قوى الشعب العامل؟ ديت صيغة يتقدمها اليسار، لانه طبعا بعد
تحولات قوانين يوليو الاشتراكية وغيره، كان بقى اليسار هو واجهة نظام عبد الناصر، على خلاف ما بين الدكتاتور الحاكم الجنرال الذي في القلب وبين اليسار في بعض التفاصيل. فكان هذه الصيغة تقدمها اليسار، ويأتي بعد اليسار بخطوة أو بخطوتين الإسلام الرسمي، إسلام في صيغته صيغة مجمع البحوث والأزهر وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك تأتي الليبرالية، والتي نظر إليها من منظور الاقتصاد فقط، اللي هي حكاية الرأسمالية الوطنية. ثم بعد ذلك تأتي حركات العنف من اليسار ومن اليمين، وتأتي أيضا الحركات أو القوى الهامشية زي الطفيلية الاقتصادية وما إلى ذلك، ولم يكن معترفا بأي من هذين. يعني دول الاثنين كانوا من القوى المحجوبة عن الشرعية، ملهاش شرعية أساسا. لكن كان تحالف قوى الشعب العام اللي هو في الأساس اليسار، الإسلام الرسمي، الرأسمالية الوطنية، فضلا بالقطع عن البنية البيروقراطية للدولة. لكن البنية البيروقراطية ما كانتش جزء من التحالف، ما كانتش جزء من رأس التحالف، كانت هي الموظفين العمال اللي شغالين عند كل دول، اللي بيخدموا على كل دول. كان لجان الاتحاد الاشتراكي كانت بتعبر عن الحكاية دي بشكل واضح. يعني كنا نقدر نشوف انه في لجنة بتعبر عن الليبرالية، بتعبر عن الملاك والاعيان واصحاب الاطيان والحاجات دي. ان كان عندي لجنة الشؤون الدينية بتعبر عن الاسلام الرسمي، ان كان عندي لجنة العمال والفلاحين بتعبر عن اليسار. الحقيقة انه اللجان دي اللي هو البعض تصور انه على الاحزاب ان تتحرك في الاطار نفسه. يعني الاحزاب تتحرك وكأنها لجان الاتحاد الاشتراكي. فحزب التجمع مثلا يبقى هو لجنة العمال، حزب الوفد يبقى هو لجنة الرأسمالية الوطنية، حزب كذا وكذا، اكثر من اطروحة الحقيقة كان المفروض انها تتحرك في اطار انها لجنة الشؤون الدينية. ابعد من كده بخطوة يبقى انت كده تجاوزت الشرعية، كلمة الشرعية المطاطة التي ارتكبت باسمها العديد او ارتكب باسمها العديد من الجرائم في مصر. السادات فك اول تفكيك تراه هذه الصيغة، ولكنه كان تفكيك في اطار يعني سياق موحد، يعني بقى في اطار جامع كده، لكن الصيغ او الاجزاء اللي كانت جوه الدائرة لم تعد متلاصقة، هي اصبحت في داخل الدائرة نفسها بس السمغ اللي ما بينها اتفك. فاول تفكيك عمله السادات لما قسم الحكاية دي الى منابر، المنبر اليسار ومنبر اليمين ومنبر الوسط. هو فك لجان الاتحاد الاشتراكي زي ما بقولها لكم كده، وعمل اليمين اللي هي قوى الليبرالية ومعاها لجنة الشؤون الدينية، وعمل اليسار اللي هو لجنة العمال والفلاحين، وجاب شوية من البيروقراطية والشخصيات المرتبطة بالدولة من حيث هي دولة، اللي هتبقى مع الدولة من حيث هي دولة وأيا كان توجه هذه الدولة، وعملوا منبر الوسط. فده كان أول تفكيك نشوفه للصيغة دي، وكان ينبئ بأن تفكيكا آخر وأكبر سيأتي فيما بعد، لكنه هذه المرة لن يكون لا بيد الدولة ولا بإرادتها. لابد للتفكيك الأكبر والتفكيك الحقيقي من أن يكون تفكيكا بإرادة الشعب، يعني تفكيك بثورة، باختصار شديد. عصر مبارك، يعني إذا كان عصر السادات شهد تفكيك صيغة اللي بلغت أنضج صورها في عصر عبد الناصر، صيغة الجنرال في القلب والأقليات المتساندة من حوله، والركن الثالث استبعاد الأغلبية، رأيناها في أنضج صورها في تحالف قوى الشعب العامل في عصر عبد الناصر، ثم فككت في عصر السادات إلى المنابر، ثم الأحزاب التي عملت وكأنها منابر. يعني وما اختلفناش كتير في عصر السادات عن صيغة الاتحاد الاشتراكي، فضلت الحكاية يعني المضمون هو اتحاد اشتراكي، وإن كان الشكل هو أحزاب مختلفة. الصيغة التي بدأت تتفكك في عصر السادات اهترأت تماما وما عادت قادرة على الاستمساك في عصر مبارك. وصلنا إلى ذروة الاهتراء من الداخل. زي ما قلت لكم انه النظام ده يحتاج يدخل الورشة كتير، لانه نظام قائم على تأليف غير المؤتلف،
عندك واحد شيوعي ده فكره قائم على ديكتاتورية البروليتاريا، ديكتاتورية، هو بيقول ديكتاتورية الطبقة العاملة. طب انت هتألفه ازاي مع واحد ليبرالي بيقول الحرية؟ طيب انت هتجيب واحد قومي بيقول شوفيني عنصري، يعني مستعلي بالعرق، واحد قومي عربي يعني العرب دول هم اللي لهم الافضلية، تاني لو هو قومي تركي بيقول التركي دول، قومي كردي بيقول الكرد هم الاحسن. ازاي هتجيب واحد قومي يعني شوفيني يعني عنده درجة من العنصرية، ازاي هتألفه مع واحد اشتراكي؟ الاشتراكي بيقول انه الاممية وان كل الناس كل الاعراق متساوية وكلها، مش هينفع. فاذا هذا النظام نظام ملفق، ونظام يحتاج يدخل الورشة بسرعة لانه قائم على تأليف غير المؤتلف. فغير المؤتلف ده زي واحد جايب حاجات كده وملزقها بصمغ، فكل شوية حرارة شوية مطرة بتاعت صمغ يفك، نبقى محتاجين نحط له شوية غيرة او شوية صمغ تاني عشان الحاجات تمسك في بعضها. الحاجة التانية انه غياب او استبعاد الاغلبية يعني غياب الرقابة الشعبية. فغياب الرقابة الشعبية يعني الفساد، والفساد عندما يضرب جذوره في نظام فإنه يأكل هذا النظام سريعا أو يدفعه للنهاية بسرعة. إذن فإنه هذا النظام رأيناه يهترئ تماما ويفقد أي قدرة ليه على التماسك في زمن مبارك. بدأنا بعد كده يعني شفنا حكاية التوريث دي دخلت على الخط في إعادة ترتيب، أثناء إعادة ترتيب وحدات نظام تحالف قوى الشعب العامل أو الجنرال في القلب والأقليات المتساندة من حوله، دخلت مسألة التوريث. مسألة التوريث كانت إفرازا لإعادة الترتيب، وكانت مبلورا ومكثفا لإعادة الترتيب من ناحية. يعني من ناحية هي نشأت من حالة إعادة ترتيب وحدات هذا النظام، ومن الناحية التانية هي سرعت من بعد ما انتجت بقى سرعت إعادة الترتيب وبلورته وكثفته. الحكاية ان اليسار اللي كان متقدم ما بقاش في اي داعي لانه يتقدم. لا الدولة بقت بتعتمد المنهج الاشتراكي، وده اتشال صراحة في اخر تعديلات دستورية اتعملت في زمن مبارك، ولا عاد في قوة اشتراكية كبرى يمكن الاستناد اليها او مراعاة خطرها يعني وعمل حسابها في العالم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. فطيب اليسار بيقود تحالف قوى الشعب يعني بأمارة ايه؟ مفيش أمارة. طيب بعد كده على طول بيجي الإسلام الرسمي. الصيغة اللي حصلت بعد 11 سبتمبر بقت تميل إلى استبعاد أي عقائد يعني زمن زي ما بيقولوا كده نهاية الأيديولوجيا، وأي أيديولوجيا ستفرز الجانب اللي هو ممكن يكون الجانب غير الرسمي أو الجانب الشعبي منها، فبقى ده غير مرغوب فيه برضه من أصله. عشان كده شفنا خطوات جادة وحقيقية وإعلانات صريحة عن أن مصر دولة علمانية. جاء هذا على لسان الدكتور أحمد نظيف آخر رئيس وزراء مستقر في عهد مبارك، ورأينا أيضا إعلانات جادة وخطوات وتصريحات حقيقية عن إلغاء حتى المادة الثانية اللي بتقول أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر، اللي هي المادة الثانية من الدستور المصري دستور 71. يعني مش عايزين اسلام تاني بقى، خلاص كفايه لغايه كده. هنستبعده من او هنأخره شويه، مش هيبقى نمره 2 يعني من صيغه الاقليات المتسانده. حتى الاسلام الرسمي اللي هو تأقلل كده يعني اللي اتقص من اطرافه ودخل بقى مقاسه صغير عشان يعرف يدخل في عقد الاقليات المتسانده، ما يبقاش حبايه كبيره فما يتسقش مع اللي حواليه. الحاجة الثالثة انه الليبرالية اللي هي ما يسمى بالرأسمالية الوطنية بقت حقيقة هي المتغير التابع، مش هي المتغير الاصلي. صحيح هي الوجه الجميل، لكنها بقت المتغير التابع للطفيلية، للرأسمالية الطفيلية او العشوائية. الناس بقوا عايزين، او العشوائية دي هي اللي كانت بتتحكم في الاقتصاد وفي الامن. يعني بوضوح احنا شايفين البلطجية اللي هم ما يسمى بالبلطجية اللي منتشرين في مصر دلوقتي، دول ابناء شرعيين للرأسمالية الطفيلية، للعشوائية الرأسمالية اللي هم كنا بنسميهم كده في من اول السبعينات تجار الخيش، يعني اللي دخلوا بقوا بينتجوا افلام في السينما وبيبنوا مصانع وبيعملوا حاجات من دي.
فاذا هذه العشوائية، هذه الرأسمالية العشوائية او الرأسمالية الطفيلية اصبحت بتملك ملفي، تملك وبتسيطر سيطرة كاملة على ملفي الامن والاقتصاد. طيب انا افضل محجوب عن الشرعية ليه وانا ليا كل هذه القوة؟ او ليه حتى ارضى بان انا احتل مرتبة متأخرة؟ اذا كان في رغبة في ان العشوائية تتصدر المشهد، وراها بشوية صغيرة قوي وهتبان ساعات وكأنها قدامها الليبرالية، لانه تظل الليبرالية هي الوجه الجميل اللي هتدارى فيه الرأسمالية الطفيلية، وهتدعي انها بتمثله زي المثل كده اللي بيقول سألوا البغل مين ابوك؟ قال الفرس خالي. يعني هو ما يقدرش يجاوب ان ابوه ان هو ابوه الحمار يعني. ففكرة انك تدارى في حاجة بتنتمي اليها بس مش الانتماء الاصلي ومش الانتماء الاصولي كمان، لكن اهي انتماء على الهامش. فدايما الطفيلية لما هتسأل هتقول انا الليبرالية، لكنها هتاخد مظهر الطفيلية بالظبط والعشوائية بالظبط في كل حاجة. لاحظوا انهيار مستوى اللغة العربية، انهيار مستوى العلم وقيمة المعلومة، فكرة ان في معلومة، ان في اختراع، انهيار الجامعات المصرية، خروجها من قوائم لغاية اهم 500 جامعة في العالم، ده انهار تماما. كل ده تعبير عن لا مبالاة هذه الرأسمالية العشوائية بالعلم كقيمة وباللغة العربية كقيمة. احنا بقينا بنشوف اخطاء فاضحة، بقينا بنشوف فضايح سواء في احاديث المسؤولين او في احاديث حتى مقدمي البرامج والمذيعين، بل انه بعض اساتذة اللغة العربية في الجامعات اصبحوا لا يحسنون ان يقرأوا سطرا واحدا قراءة مستقيمة. ده بيساوي التراجع الرهيب والشنيع في مستوى ثقافة وتقاليد واخلاق المجتمع. ايضا لاحظوا حكاية التحرش الجنسي اللي بقى في الاعياد وفي التجمعات وفي كل مكان، واللي جت الحقيقة ثورة 25 يناير علشان تقول له ستوب، اقف، لانه انا هرجع المجتمع تاني لقيمه ولتقاليده. واول ما توارت هذه الثورة او فشلت في ان تحقق اهدافها وفي ان تصل الى مبتغاها، كأنك يا ابو زيد ما غزيت، رجعت الامور تاني زي ما هي. لاحظوا كمان فكرة انه ظهور الحوشية الشديدة حتى في انتاجنا الفني، في الاغاني، في الافلام، في المسلسلات، في كده بقى في اشياء فظيعة. احنا ما نقدرش يعني لو واحد راجل او اب او ام قاعدين في البيت بيتفرجوا على فيلم او مسلسل، اكيد انه في لقطات كتيرة لما يجوا قدام ولادهم يقولوا يا ارض انشقي وبلعيني يعني، وبعدين بعد شوية اهو كثرة المساس تزيل الاحساس، والناس اهي بتتعود على الحكاية ديت بكل أسف. إذن كان المطلوب هو أن تتقدم العشوائية وشوية ومعاها كده جنبها بحاجة بسيطة الليبرالية، وعلى مرمى حجر هيبقى اليسار الذي سيظل رسميا وإن كان سيتخلى عن معالمه الرئيسية. أفتكر أن سنة 90 في التقرير اللي قدمه الأمين العام لحزب التجمع كان في عبارة بتقول ومن قال إننا حزب اشتراكي نحن حزب مع العدالة الاجتماعية. يعني حزب التجمع من سنة 90 قال أنا مش اشتراكي، ده أنا بس بقول يعني ان الغلابة نساعدهم بحاجة كده، نفتكرهم بحاجة كده اللي فيه الاسم، يعني اكتر من كده مفيش. وبعدين هيجي بعد كده الاسلام كله من اوله لاخره، واكثره سيكون محجوبا عن الشرعية، واي حاجة مش متوائمة ومش متوافقة، ناس بتطلب حقها، ناس عايزة مش عارف ايه، كل ده هيبقى القوى المحجوبة عن الشرعية او غير المذكورة. الحقيقة انه جزء من حراك 25 يناير كان نحو الوصول الى هذه الصيغة. وساعدوا ايه بقى؟ ساعدوا ان حكاية التوريث اللي كان مبارك عايز يعملها كانت تتناقض مع تركيبة الجنرال الذي في القلب. الجنرال القابع في القلب ده الجيش، وحسني مبارك جه باعتباره ممثل للقوات المسلحة، ما جاش عشان سواد عيونه. يعني احنا ما انتخبناش حسني محمد السيد ابراهيم مبارك الانسان، وما كانش ليه اي خبرة سياسية قبل كده، ولا احنا عارفينه، ولا هو زعيم حزبي ولا زعيم سياسي ولا رجل مفكر ولا اي حاجة خالص. ده الذي رشحته القوات المسلحة لحكم مصر واستفتونا عليه وقالوا اننا قلنا نعم. يعني كده باختصار وعلى الطيب الرضي يعني. فاذا
حكاية ان جمال مبارك يرث حسني مبارك الانسان على عيننا وعلى راسنا، لكنه لا يرث حسني مبارك الضابط. القوات المسلحة بقت مستاءة جدا من ده، وحسني مبارك نفسه كان عارف ان هم هيبقوا مستائين، وعشان كده ضخم جدا من حجم ودور الداخلية. انا يعني قلتها قبل كده في حسبة مختصرها انه نسبة زيادة قوة الداخلية مع تقليل القوات المسلحة كانت 1:8، يعني تم مساعدة الداخلية مضاعفتها نسبيا بالنسبة لما قلل به حجم الجيش، عشان تبقى هي سوعدت بنسبة 8 لكل واحد، يعني هي زادت بنسبة 8 والجيش زاد بنسبة 1 بس. فهو كان عارف كده، لانه عارف ان الجيش مش هيرضيه ده، وعايز يحط قوة مسلحة تانية تبقى في مواجهته علشان ما يعملش انقلاب عليه لو هو اراد انه يورث الحكم لابنه. دايما وابدا في نظام الجنرال في القلب والاقليات المتساندة كل محاولات احلال قلب امني محل القلب العسكري، او حتى ان يبقى فيه قلب امني واخد حتة جنب القلب العسكري، دي ادت الى اختلالات في النظام. الملك فاروق حاول يعمل كده، كانت حركة الجيش في 52، وايضا مبارك حاول يعمل كده، فكان ما نسميه ثورة 25 من يناير. ثورة 25 من يناير خرجت تعبيرا عن اختلال صيغة تساند الأقليات يوم 25 يناير. خرجت علشان تعيد هذا الترتيب مرة أخرى. يوم 28 يناير كانت الموجة الحقيقية للثورة الشعبية، الثورة اللي هي ايه اللي انا قلت من قبل كده، انه كان في عربية مسروقة، كان الوطن ده وكأنه عربية مسروقة سرقاها الأقليات والجنرال بقالهم 200 سنة تقريبا، يعني 1821 لغاية 2011 190 سنة. فحصل ان هم وقفوا العربية على جنب كده عشان ينزلوا يغيروا المقاعد بتاعتهم، السواق يقعد مكان الراكب والراكب اللي قدام يرجع ورا وكده يعني. فاصحاب العربية شافوها قالوا الله ده عربيتنا، ما تيجي ناخدها، ما بتاعتنا بقى. طلعوا علشان ياخدوا اصحاب العربيه، شافوا العربيه ديت وطلعوا ياخدوها، اللي هو عوده الاغلبيه الى المشهد يوم 28 يناير. عشان كده لو نفتكر 25 26 27 ما كانش فيه اي مبشرات اكتر من ان احنا امام حركه احتجاجيه كبرى او تظاهره كبرى، وكان حتى امريكا كانت واقفه بتقول انا بساند مبارك قولا واحدا. ما كانش فيه اي مبشرات اكتر من ان احنا بس هنعيد ترتيب الامور كده جوه الاطار نفسه او جوه النظام نفسه. 28 يناير اضطرت امريكا انها تقول طب نضحي بمبارك بدل ما نضحي ببنية النظام كله، وبدأ يبقى فيه كلام جد، لانه الشعب انتقل من الغياب الى الحضور، الشعب عاد مرة اخرى الى واجهة المشهد والى صدارته، وشفنا الثورة اللي بجد. وشفنا كمان عدة محاولات من اجزاء من هذه الاقليات التي بدت في البداية غير مبالية مع حراك 25 يناير، لكنها مع حراك 28 يناير اتحركت بكل قوة لإعادة انتاج النظام بسرعة قبل ما يسقط، او عشان تديله قبلة الحياة، او علشان تساعده. كان في اصرار وكان في تمسك شديد جدا بان حتى مبارك شخصيا يفضل قاعد في الحكم، حتى وان اضطر انه يقول انا مش هسيب الحكم لابني او مش هرشح نفسي لفترة تانية. اذا لما وصلنا لمحطة 28 يناير بقى دخل هنا المجلس العسكري وقال طيب انا هتبنى وهدعم. انا هتبنى وادعم ليه؟ لاني هزيح الجنرال الامني اللي كان بيزاحمني وكان عايز يستقل هو وينفرد بان هو يبقى قلب النظام وان تتحلق الاقليات المتساندة حوله هو، فانا اريد ان اسقطه وان اعود قلبا وقائدا لهذا النظام كما كنت دائما وابدا. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لان لو ما عملتش كده ده الحكاية هتتحول لثورة بجد، والشعب هو اللي هيحكم بجد. اذا انتقلنا من طور نظام يعيد ترتيب اجزائه 25 يناير، ثورة شعبية حقيقية 28 يناير وما تلاه،
انقلاب متفق عليه في 11 من فبراير سنة 2011. والتعبير الحقيقة للواء محمد علي بلال قاله في حوار في جريدة الشرق الأوسط وأنا أوافق عليه تماما. شبهت وقلت ان احنا مسكنا شجرة مبارك علشان، او شجرة هذا النظام عشان نخلعها من جذورها، مسكناها من فرع مبارك. فجي واحد كده لقيه وقام ناشر الفرع ده بالمنشار، فوقع الفرع ده في ايدينا. بدل ما كنا احنا بنقلقل الشجرة دي عشان نجيبها من جذورها، لا هو قطع الفرع ده وقال لنا يلا روحوا افرحوا بيه العبوا بيه شوية. وطبعا معلوم ان اي شجرة هيتقطع منها فرع هيطلع مكان الفرع 50 فرع، يعني ما فيش اي مشكلة. اذا كان المطلوب هو مصادرة الطور او طور الثورة الذي رأيناه في 28 يناير، مش 25 يناير. ما كانتش قلق قوي لا بالنسبة لأمريكا ولا بالنسبة للغرب ولا حتى بالنسبة لأقليات النظام. هم في الآخر هيعرفوا يقعدوا ويتفاهموا مع بعض. الخطيئة التي ارتكبها الإخوان المسلمون من حيث إنهم ينتمون إلى هذه الأغلبية ويعدون جزءا من هذه الأغلبية ومن القوى التي ظلت سنوات طويلة محجوبة عن الشرعية لانتمائها إلى هذه الأغلبية، أنهم تماهوا مع هذه الرغبة، تماهوا مع رغبة انه طيب بس نهدي الاحوال كده عشان كده ربنا يهدينا كده والدنيا تهدى شوية وبعدين نقعد مع بعض ونتفاهم. لن تقبل اقلية بين الاقليات لانك ما انتش اقلية، انت ما انتش صغير، ولانك انت عندك انتماءات حقيقية للاغلبية، ولانك انت جزء حقيقي من هذا الشعب المطلوب تغييبه. فوجودك في السلطة لا يستقيم مع الرغبة في استبعاد الاغلبية. انا لو جبتك يبقى انا ما استبعدتش الاغلبيه، يبقى انت مش هتقعد في السلطه، مش هينفع. كان لازم يفهموا ده، كان لازم ياخدوا بالهم من ده. لكن السلطه بتعمي، وزي ما قلت ان اقوى شهوه يعرفها الانسان هي شهوه السلطه. شهوه السلطه اقوى كثيرا من شهوه الغريزه الجنسيه، لانه واقوى كمان من شهوه الطعام، لان دي الشهوه الوحيده التي لا تشبع ابدا والتي تصاحب الانسان في صحوه وفي منامه. يعني الملك هو الملك ان كان يقظا وان كان نائما. فشهوة السلطة العارمة خلت الاخوان ما ياخدوش بالهم من انهم بينتحروا باختصار وبيرتكبوا اكبر جريمة يمكن ان يرتكبها وطني حقيقي في حق وطني وفي حق انفسهم. ايضا ساعدوا الجنرال على مصادرة ثورة 28 يناير الثورة الحقيقية، واعادوا انتاج الحالة كما كان يراد لها في طور 25 يناير. علشان كده هم ساعدوا الأقليات على أن تعيد ترتيب نفسها، وعلى أن تعيد تنظيم نفسها، وعلى أن تعيد التكاتف مرة أخرى حول الجنرال. كانوا هم المونة اللي قوالب الطوب دي ترصت جنب بعضها وسندوا، اتحطت المونة، وكانوا هم كمان السقالة اللي سندت الجدار ده لغاية لما المونة بتاعته شدت. وبعدين بعد كده احنا عارفين ان مصير السقالة بيبقى انها تنضرب بالرجل وتتكسر ويتولع فيها الغفر. يقعدوا بعد ما بنينا العمارة كده يقعدوا يتدفوا على شوية الخشب اللي طالعين من السقالة. ده المصير الحتمي لأي سقالة بتلعب دور انها بتسند جدار الى ان يستمسك. نشوف ايه موقف الخارج، ايه موقف الخواجة، ايه موقف الامريكي من القصة دي كلها. لخصوا بول كينيدي في مقال نشرته نيويورك تايمز. بول كينيدي واهم مفكر وسياسي ديمقراطي، يعني او من اهم السياسة الديمقراطيين واهم مفكر فيهم في نظري على الاطلاق. قال انه احنا سياستنا في امريكا يعني تجاه كل الربيع العربي هي نفس السياسة اللي عبر عنها وزير المستعمرات البريطاني قبيل الحرب العالمية الثانية، وكانت بريطانيا آنذاك في أضعف أحوالها. قال إننا الآن أضعف من ما سأل وزير المستعمرات عن سياسة بريطانيا تجاه مستعمراتها. قال إننا الآن أضعف من أن نواجه أو نوجه، لكننا ننجرف مع التيار وننتظر اللحظة المناسبة للوثوب على ظهر القارب. اللي حصل هو كده بالظبط، وده بول كينيدي قال كده، قال نحن لا نستطيع، أمريكا دلوقتي يعني اقتصاديا وسياسيا عندها مشاكل ما تقدرش لا تواجه ولا توجه، لكنها تنجرف مع التيار وتنتظر اللحظة المناسبة للقفز على القارب. أعتقد انه الاقليات المتساندة اسفرت عن وجهها واعلنت عن وجودها وعن لغتها الصارمة في انها دولة
تريد العودة للحياة بعد أن رأت موتها بعينها. يعني تصوروا كده بني آدم شاف الموت بعينه، هيعمل ايه علشان ما يموتش تاني؟ هيستقتل، يروح ما بعدك روح. عشان كده برضو احنا شايفين هذه الفجاجة في التعبير وهذا الانكار للحقائق. ده مش مسألة ان حد بيكذب، لا، ده حد بيقول لك والله لو عملت ايه بالذي انا لا هراعي لا مبادئ ولا قيم ولا حقائق ولا معلومات ولا كل الكلام ده له وزن عندي. ده انا شفت الموت بعيني يا حبيبي، مش هحط نفسي في المأزق ده تاني وخلاص انا من سكة وانت من سكة. شفنا كمان انه نستطيع ان نرى الولايات المتحدة واضحة وشامخة على ظهر قارب الربيع العربي، وانها تستطيع الان لا ان تواجه، اذ يعني تتصور انه لم يعد هناك ما تواجهه، ورهان الشعوب على انها مخطئة في هذا، لكنها بكل تأكيد تقوم الان بالتوجيه. عادت الولايات المتحدة التي انجرفت طويلا مع القارب او مع التيار تمكنت الان من القفز على ظهر القارب، وهي الان توجه لهذا. كل الكلام اللي بيتقال على ان مش عارف ده اوباما خايف من ايه ورافض لايه، كل ده كلام للاستهلاك المحلي، طق حنك ملوش لازمه ملوش قيمه. شوفوه في ايه؟ ببساطه كده شوفوا موقف النظام المصري من الثوره السوريه. في موقفين متناقضين كل فيهم بعيد عن التاني خالص، والاثنين بيسوقوا في نفس اللحظة وعبر نفس الاعلام، وده الحقيقة ملوش تسمية غير الفجور، وغير انك انت مراهن على انه الناس يعني مغسولة الدماغ بدرجة 100%، وبرضه ده رهان غلط. الموقف داخليا، انه الموقف الذي يروج داخليا للداخل انه احنا مع النظام السوري، مع بشار الاسد، وان بشار الاسد يساوي الاستقرار ودعم القومية العربية والتصدي للعدو الصهيوني وما الى ذلك. والموقف الاقليمي ان مصر شريك، او النظام المصري شريك اساسي في المجموعة التي ترتب للتدخل العسكري في سوريا لاسقاط النظام، او على الاقل لتوجيه ضربة اليه. يعني في كلام على انه سيسمح لبشار الاسد بالبقاء، لكن في كل الاحوال ستوجه اليه ضربة. شايفين؟ نحن اصدقاء، ده الموقف اللي في الداخل، نحن سنوجه اليه ضربة، ده الموقف اللي في الخارج. والاثنين بيتقالوا عبر الاعلام المصري وعبر مسؤولين النظام المصري في نفس اللحظة، لكن في موقف بيتقال علشان نكلم بيه الخارج، وفي موقف بيتقال او الاقليم والعالم، وفي موقف بيتقال علشان نكلم بيه الناس اللي جوه بس. يعني الله يرحمه الاستاذ نعمان عاشور. ف ده يعني التناقض الفظيع ده نقدر نشوف بيه قد ايه امريكا بقت هي، او عادت مرة اخرى علشان يبقى 99.9% من اوراق اللعبة في ايديها، كما كانت طوال الوقت، باستثناء تلك الفترة التي استطاعت قوة 28 من يناير أن تعبر فيه عن وجودها، حتى وإن صدرت عبر انقلاب 11 فبراير المتفق عليه، لكن على طريقة دبلة الوردة ريحتها فيها، لكن يبدو أن الوردة دي بقت بودرة دلوقتي، اتكسرت خالص. الرهان الوحيد على أن يستعيد الشعب وعيه. كل الكلام اللي فات ده كان على مسؤوليتي. أشكركم، ونتقابل إن شاء الله في الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله.